مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع طبخة جديدة من طبخات توتو هيك أصولها. وصفتنا لليوم هي كيكة الشوكولاتة، وبيميز هاي الكيك إنه هي بدون بيض. إذا أول مرة عم تحضرنا يا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. يلا معنا نشوفوا المكونات وطريقة تحضير أطيب شوكولات كيك. بداية بدي أدهن صينيتين من الفرن مقاس 9 بوصة بالزبدة، وأيضا بضع فيهم ورقة زبدة حتى أضمن أنه ما يصير التصاق للكيك. نحتاجين صينيتين مقاس 9 بوصة. الكيك كتير بسيط وسهل ومكوناته متوفرة في كل بيت. أول شي بدي أخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. 3 كوب دقيق مع نصف كوب كاكاو مر، 2 كوب سكر، ومعلقتين صغار بيكنج صودا، ومعلقة صغيرة ملح. ننخل المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد. هاي الخطوة مهمة جدا. طبعا نحن في هالأثناء في البداية منسخن الفرن على حرارة 350 فهرنهايت. هذا الكيك جدا بسيط، فيك تعمليه بصينية كبيرة مقاس 9 في 13، أو تعمليه مثل ما بدي أعمله أنا في صينيتين مقاس 9 بوصة، بدي أعمله على شكل تورتة. نخلنا المكونات الجافة. الآن بدي أضيف المكونات السائلة. عندي كوبين قهوة، يكون القهوة دافية ما لا سخنة كتير. عندي معلقة كبيرة فانيلا، ومعلقة كبيرة خل، وتلتين كوب زيت. هاي الوصفة ما فيها بيض. الناس اللي ما بتحب البيض أو عندهم مشكلة بأكل البيض فيهم يعملوا هذا الكيك، ورح ينتفخ ويرتفع معك الكيكة ويطلع رائع جدا. لأن بنخلط هاي المكونات كلها مع بعض حتى تتجانس. حتى لو ما عندك خبرة في الكيك، هاي الكيكة أكيد رح تنجح معك. كتير بسيطة وسهلة. خلطنا الآن الكيك، نتأكد إنه كل المكونات اندمجت مع بعض. منحرك من قاع الوعاء، منقلب بالملعقة حتى نتأكد إنه كل المكونات اندمجت جيدا مع بعضها. بدي أستخدم الميزان حتى أتأكد إنه الكيك بده يكون نفس الارتفاع متساوي، يعني بالصينيتين. فمنوزن الصينية الأولى ثم الثانية حتى يكونوا بشكل متساوي، حتى النتيجة تكون شكل التورتة منتظم نفس الارتفاع. بنخبط الصينية خبطين 3، نطلع هذا الهواء اللي فيها، وبنحطها في الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة حسب فرنك. اختبرتها أيضا بعود خشبي وطلع نظيف، أخذت مني 30 دقيقة. بعد ما بتطلع بنحطها على رف شبك مدة 15 دقيقة ترتاح، وبعدين بنقلب الكيك ومنشيل الورقة ومنخليها تبرد تماما. والآن نحن بدنا نحضر الكريمة. عندي كوب ونصف زبدة غير مملحة، وبدي أضيف عليهم قالب جبنة كريمية. بدنا نستخدم هاي الأداة لحتى نخفق الزبدة مع الجبنة. هاي الأداة مهمة في عملية الخفق، وكل ما خفقتي أكتر كل ما دخلتي هواء للكريمة وأصبحت هوائية وناعمة. ولاحظي إنه حيبدأ لونها يتغير. نعطي المكونات تحريكي حتى نتأكد إنه اندمجت كلها مع بعض. في عندي 5 أكواب سكر بودرة، منضيف عليهم معلقة كبيرة فانيلا بودرة، ولازم ننخل السكر ضروري. وعندي نص معلقة صغيرة ملح بضيفها كمان على كوب كاكاو مر، ولازم ننخل المكونات كلها. هنضيف الكاكاو ونصف كمية السكر، ونبدأ نخفق على سرعة بطيئة في البداية حتى ما تتطاير عندي المكونات.
عملية تحضير الكريمة حتاخد شوي منك وقت إلى أنه نحصل على القوام اللي بدنا إياه. لازم نخفق جيدا، وحتلاحظي كيف أنه بدأ اللون يتغير مع الوقت. كل ما خفقتي أكتر أصبح لون الخليط فاتح. طبعا هون مهم نحن نستخدم كاكاو جودة عالية حتى يعطينا الطعم المطلوب. والكاكاو طبعا الكاكاو المر اللي نستخدمه في الحلويات. الطعم الأساسي هون بالكيك هو معتمد على نوعية الكاكاو، الشوكولاتة الطيبة، فلازم تستخدمي نوعية يعني ذو جودة عالية. ممكن تضيفي معلقتين حليب أو 3 إذا لاحظتي إنه القوام شوي سميك. أنا أضفت معلقتين حليب وأيضا أضفت معلقة كريمة. خلينا نتأكد هون إنه المكونات عم تنخلط جيدا. تلاحظي إنه لون في جهة داكنة وجهة لونها فاتح شوي، فمحتاج تحريكة، وبترجعي بتخفقي مرة تانية. لاحظي القوام بدأ يتغير لونه بيصير أفتح. أضفت هون معلقة كريمة، يعني بالكامل أضفت معلقتين حليب ومعلقة كريمة خفق. والآن لازم نخفق المكونات جيدا على سرعة عالية، تخليها عم تنخفق 5 دقائق بسرعة عالية. كل ما خفقتي أكتر كل ما أصبح القوام ناعم أكتر ولونه أصبح فاتح، وحتحصلي على كريمة رائعة جدا. شوفوا كيف شكل الكريمة والقوام. دخلنا لها كمية هواء كفاية وأصبحت الآن ناعمة ومتجانسة، وبنقدر نستخدمها بكل سهولة. طعمتها كتير كتير طيبة. الآن أخذت أول قالب كيك وحطيته على صينية. الجهة اللي هي مسطحة هي الأسفل، ولازم تحطي كمية كبيرة من الكريمة بين الطبقتين. يعني حاولي إنه كمية الكريمة كأنها تعتبر نصف ارتفاع الكيك. لما بتشوفيها كصورة إنه بتشوفي طبقة الكيك بالأول وبعدين تجيكي طبقة الكريمة، كأنه السمك تبع الكريمة بيكون قد نص سمك الكيك. الآن حطيت الطبقة الثانية، السطح اللي هو المسطح القاعدة هو للأعلى حتى يعطيني شكل منتظم. والفراغ اللي ممكن تلاحظيه بين الطبقتين بتعبيه بالكريمة. الآن استخدمت هاي الأداة تبعت فرد الكريمة، وبغطي كل جوانب الكيك بالكريمة. ما ضروري إنه تكون هاي الكريمة يعني شكلها إنه لازم منتظم، ولا عادي فيك يعني بسيطة جدا. التزيين تبع الكيك هذا ما ضروري يكون بروفيشنال لحتى تعمليه. منغطي كل الجوانب، نتأكد إنه غلفناها بالكامل من الجوانب كلها. وبعدين بنسوي السطح كمان. فيكي باستخدام الملعقة تعملي نقشة، فيكي أيضا باستخدام قوالب الكريمة الكيس الحلواني تعملي تزيني مثل ما بدك. أنا حبيت إني أخليها بسيطة وهي بهذا الشكل، وهي دائما تقدم بهذا الشكل، يعني كتير بسيطة. الآن عم برش عليها شوكولاتة بيضة. هذا ماله جوز الهند، هي شوكولاتة بيضة بس زينتها بزينة بسيطة تتكسر اللون. وطعمتها كتير لذيذة الكيكة وكتير سهلة. بنصحكم تجربوها، ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات تجربتكم مع هذا الكيك. وأهم شيء إنه هو بدون بيض. الناس اللي ما بتحب زفرة البيض فيها تعمل هذا الكيك، وبسيط جدا وطعمته لذيذة، والأولاد كتير كتير بيحبوا هذا الكيك. يا ريت بس تفعلوا الجرس وتتركوا لي تعليقاتكم وتشيروا الفيديو مع أصدقائكم، وحابة أسمع منكم تجاربكم في التعليقات.